سعدية، سعدية، الله، يا راحت فين؟ سعدية. ايوه يا بيه. نمتي ولا ايه؟ لا يا بيه، لسه انا مستنيه الست الهانم. هي قالت لك انها راجعه؟ لا يا بيه، بس انا سامعه حضرتك من ساعه كده بتكلمها في التليفون، قلت لازم جاي. لا، هي مش جايه. هي لسه واخده على خاطرها منك يا بيه. ما انت عارفاها سعدية، عصبيه اكتر من اللازم. اعذرها يا بيه واستحملها. اكتر من كده يا سعدية. هي ليها مين غير ربنا وحضرتك، وكمان الست نادية مرات حضرتك قلبها طيب. ربنا عالم اللي في قلبي. احضر لك العشاء. مين له نفس يا سعدية؟ لكن لما حضرتك كلمت الست الهانم قالت لك ايه؟ هقول لك ايه يا سعدية، بس اسمعي، روحي اشتري لي سجاير لو سمحتي، لحسن السجاير اللي معايا خلصت. ما بلاش السجاير دي، مش كويسة على صحتك، والهانم قالت لك بطلها. نصيبك كده بقى. احضر لك لقمة تاكلها وبلاش سجاير. هاتيلي السجاير بسرعة يا سعدية، وانا هبقى اكلمها في التليفون، يمكن قلبها يحن وترجع وما تسيبنيش للعذاب ده كله. يا بيه، يا شاكر بيه، الله اهدي، مش ممكن، الحقوني الحقوني. ايه في ايه؟ مالك بتصرخي كده ليه؟ سيدي شاكر بيه مرمي على الارض والدم مغرق هدومه يا شاويش. في انهي حته؟ في البيت اللي على ناصية الشارع اللي قدامك. طب تعالي معاه يلا. فين اللي بتقولي عليه مرمي والدم مغرق هدومه؟ اهو قدامك في الركن اللي في الصاله. طب خليكي واقفه على الباب وما تتحركيش من مطرحك. هتعمل ايه يا شاويش؟ خليكي مطرحك وما تلمسيش حاجه، مفهوم؟ فين الجثة اللي قلت عليها يا عسكري؟ يا سعادة البيئة أنا شفتها في الركن ده. وفين البنت اللي بلغتك عن الحادث؟ كانت هنا وقلت لها ما تتحركش من مطرحها، وجيت القسم وبلغت حضرتك. ايوه بس احنا فتشنا الفيلا كلها ما لقيناش حاجة. أنا شفتها بنفسي. شفتها بنفسك ولا البنت اللي بتقول كانت هنا هي اللي قالت لك عليها؟ بقول لحضرتك والله العظيم شفتها بنفسي. وفين الدم اللي بتقول عليه؟ البنت هي اللي قالت إن سيدها مرمي والدم نازل منه. طب فين البنت اللي بلغتك؟ معرفش، جايز هربت. والجثة؟ يمكن نقلوها يا بيه. مين اللي نقلها؟ معرفش يا بيه، معرفش. أنا مش عارف حاجة خالص عن حقيقة اللي حصل. انت كنت فين يا مدام نادية؟ كنت عند والدتي. من امتى؟ من يومين. أنا خرجت السبت الصبح. ايه اللي خلاكي قعدت المدة دي كلها عند والدتك؟ لأن في خلاف بيني وبين جوزي شاكر. وايه سبب الخلاف ده؟ سهره المستمر مع أصحابه برا البيت، ودايما عصبي يثور لأتفه الأسباب. من يوم ما خرجت ما اتصلتيش بيه؟ لا، ما اتصلتش بيه ولا عرفش عنه حاجة. وهو ما حاولش يتصل بيكي؟ اتصل مرة واحدة وأنا ما حبيتش أكلمه. ليه يا مدام نادية؟ لأني كنت متضايقة وزهقانة ومش عايزة مشاكل. مين اللي عايش معاكوا في الفيلا؟ أنا وشاكر جوزي وشغالة اسمها سعدية. وفين سعدية؟ ما عرفش عنها حاجة. كنت سايباها في البيت؟ أنا قلت لها تسافر بلدها. ليه؟ لأني قررت ما ارجعش لشاكر تاني مهما حصل. في عندك صورة لسعدية؟ لا. كده؟ طب لو سمحتي اسم سعدية بالكامل وعنوانها. أستاذ شاكر مش ممكن. الله، ايه في ايه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ أنا آسف، بس كويس اللي قابلتك. طب في ايه؟ طمني. حاول ايه دي اصلها حاجة تحير. الله، مش عايز تقولي في ايه؟ وايه اللي جرى؟ على العموم الحمد لله انك لسه سليم، اصل البوليس قلب الدنيا عليك. يا اخي ريحني وفهمني ايه اللي حصل. كان لازم بعد اللي حصل اجي لحضرتك واقول لك اني سليم. طيب ممكن اعرف منك اللي حصل يا استاذ شاكر؟ انا مش فاهم لغايه دلوقتي ايه اللي حصل. سعدية شغالة قالت انها شافتك مرمي والدم نازل منك وندهت عليك ما ردتش عليها. سعدية الشغالة قالت كده؟ ايوه. غريبة، ايه اللي خلاها تقول حاجة ما حصلتش؟ امال ايه اللي حصل؟ وانت كنت فين؟ انا كنت نايم عند واحد صاحبي. خرجت امتى من البيت؟ انا كنت متضايق وزهقان وسعدية سألتني تحب تتعشى، قلت لها لا ماليش نفس، وطلبت منها تروح تشتري لي سجاير. وبعدين؟ خرجت سعدية تشتري لي سجاير، وطلبت واحد صاحبي بالتليفون، لما عرف ان قاعد لوحدي وزهقان قال لي تعال انا مستنيك نسهر سوا، ورحت له. قعدت عند صاحبك ده قد ايه؟ عزم عليا بالعشاء وكلنا وسهرنا
وجيت ماشي مسك فيا وطلب مني ابات معاه، وفعلا نمت عنده لحد الصبح. ورحت فين بعد كده؟ خرجت انا وصاحبي تاني يوم الصبح وعزمته على سينما، ورحنا السينما ورجعنا واتغدينا في مطعم. وانا راجع البيت قابلت جاري، ولما سمعت منه القصة الغريبة دي جيت بسرعة علشان اقول لحضرتك اللي حصل. امال سعدية الشغالة راحت فين؟ ما عنديش فكرة خالص عنها وعن اللي حصل. في حاجة اتسرقت من الفيلا؟ معرفش. صاحبك اللي كنت بايت عنده ده اسمه ايه؟ اسمه مختار، وممكن حضرتك تسأله. ايوه يا مختار. شاكر فعلا طلبني في التليفون. قلت له ايه؟ قلت له تعالى بدل ما انت قاعد لوحدك اسهر معايا. وسابك الساعة كام؟ انا اصريت انه ينام عندي. وبعد كده راح فين؟ عزمني على السينما، وخرجنا من السينما واتغدينا في مطعم، وسبته ورجعت بيتي. خلال المدة اللي كان معاك ما حدش اتصل بيه؟ لا حد اتصل بيه ولا هو اتصل بحد. طيب فين سعدية الشغالة يا شاكر؟ معرفش يا نادية، ومش عايز اعرف حاجة بعد العملة اللي عملتها دي. طيب هي عملت كده ليه؟ بتسأليني انا يا نادية؟ مش كفاية الشوشرة والمشاكل اللي حصلت؟ خلاص بقى يا نادية، الحمد لله اللي جت على كده. البنت دي مؤكد جرى في مخها حاجة تقول اني مت وانا لسه حي. أستاذ شاكر خلاص بقى. قولي لاختك نادية وفهميها ست سميحة ارجوكي. خلاص يا حبيبي، أنا اتكلمت معاها كتير والحمد لله إني طمنت عليكم. عن إذنكم الله، بقى. انت رايحة على فين يا سميحة؟ لازم أنام بدري حبيبتي علشان جوزي مسافر بكرة الصبح، ولازم نكون في المطار الساعة 5 الصبح. مع ألف سلامة، وشكرا على تعبك معانا يا ست سميحة. ما تقولش كده يا أستاذ شاكر، المهم تخلي بالك من أختي نادية. نادية في عينيا الاتنين. ربنا يسعدكم. تصبحوا على خير. وانت من أهل الخير. مع السلامة. يا حبيبتي، ألف سلامة. كويس اللي بيحصل ده يا نادية؟ كويس. تلاقيكي لما سمعت اني مت ارتحت مني. شاكر أرجوك بلاش الكلام ده. وهنت عليكي يا نادية، هنت عليكي تسيبيني لوحدي. انت السبب. علشان يعني بسهر مع اصحابي؟ السهر ده كان زمان قبل الجواز يا شاكر. خلاص يا ستي، مش هسهر تاني. وانت بقى بلاش العند بتاعك والعصبية. مش انت اللي دايما تقولي نادية ارجوكي خلاص نبطل كلام وكفاية اللي حصل. الو. ايوه انا شاكر، الحمد لله انا بخير. كتر خيرك، يا ريت تشرفني، هكون سعيد جدا. طبعا نادية رجعت مع الف سلامة. من الصبح التليفون ما بطلش. مين اللي كان بيكلمك؟ واحد صاحبي بيطمن عليا. الحقيقة دي حاجة بقت تضايق. وكمان ايه؟ مالك يا شاكر؟ انا شايفاك النهارده متضايق وما رضيتش تروح الشغل. كل واحد عايزني احكي له اللي حصل، وانا مش فايق وبفكر في حاجة اهم من اللي حصل. بتفكر في ايه؟ اخويا اللي في اسكندرية. مش جايز حد صدفة يحكي له وساعتها معرفش هيجرى له ايه؟ يبقى لازم تكلمه في التليفون. اخويا ما عندوش تليفون. خلاص يا سيدي، ابعت له تلغراف. هبعت له تلغراف اقول له فيه ايه يعني؟ انا حي وسليم ومموتش، ده كان يتخضى اكتر. الله، امال انت رايك ايه؟ هسافر له طبعا هسافر له، وهسافر له دلوقتي حالا. لا بلاش يا شاكر تسوق دلوقتي والدنيا قربت تضلم وانت بتخاف من السواقه بالليل. هسافر في القطر. تسافر في القطر والعربيه موجوده؟ ما هو انا مش ممكن استنى لبكره، انا خايف على اخويا. خلاص سافر في القطر اضمن. وانتي مش هتسافري معايا؟ لا، انا هستناك على ما ترجع، بس ارجوك ما تتاخرش. حاضر يا حبيبتي، مش هتاخر، اطمني. مين اللي في الصاله تحت؟ مين انت؟ مين؟ مش معقول، انت مين اللي تحت؟ مين؟ الو، بوليس النجدة؟ حضرتك متأكدة من الكلام اللي بتقوليه؟ ايوه، انا شفت واحد غريب. شفتيه فين؟ في الصالة بتاعت الفيلا. فين هو؟ معرفش.
وعملت ايه لما شفتيه؟ ندهت عليه وقلت مين انت اللي تحت، ما ردش عليا. خفت ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي الباب وطلبت بوليس النجدة. الباب كان مفتوح ولا مقفول؟ ما خدتش بالي كويس. بس احنا لما جينا كان الباب مقفول، وضربت الجرس مدة كبيرة لغاية ما فتحتي. لأن أنا كنت خايفة. ممكن تدينا أوصاف الشخص اللي شفتيه؟ وبعدين معاكي يا نادية، وبعدين معاكي. مش كفاية اللي حصل من البنت الشغالة اللي اسمها سعدية؟ أنا متأكدة يا شاكر. متأكدة؟ طيب، وكان واقف في الصالة فين؟ واقف في الصالة هنا اهو وما اتحركش، وفضل واقف يبص لي لغاية ما سبته وطلبت بوليس النجدة. يظهر أعصابك تعبانة خالص. لا يا شاكر، أنا أعصابي سليمة. طب خلاص. خلاص إيه؟ الله، أنت كمان مش عايز تصدقني ولا إيه؟ يا ستي مصدقك، أنا مصدقك، بس يعني معقول يعني واحد يدخل الفيلا ويقف ساكت وهو سامعك يعني بتصرخي؟ هو ده اللي حصل. طيب ريح نفسك، ريحي بقى، اهدي بقى. خلاص يا ستي. أنا بقيت أخاف، عشان كده أنا هجيب أختي سميحة معايا اليومين دول مدام جوزها مسافر. ما أنا خلاص ما بسهرش بره. مش جايز الجدع ده يكسر شباك ولا حاجة ويدخل الفيلا بالنهار؟ معقول؟ معقول. ليه مش معقول؟ دي كانت الساعة لسه 5 بعد الظهر لما شفته في وسط الصالة. خلاص يا نادي، خلاص أنا موافق، وهاتوا أختك تقعد معاكي. انا نفسي اشوف الجدع الغريب ده اللي قلتي عليه. الله، وبعدين معاكي بقى يا سميح، انت ناوية تخوفيني ولا ايه؟ اخوفك؟ ما انا بقالي معاكي اسبوع اهو بحاله، لا سمعت حركة ولا شفت حد غريب في الشارع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه بقى يا ست سميحة؟ انا كدابة؟ مش كدابة ولا حاجة يا حبيبتي، بس اعصابي كانت تعبانة من اللي عملته سعدية. فكرتيني. تعرفي ان سعدية لغاية النهاردة ما ظهرتش. احسن وجودها هيخوفك اكتر، لانها هتفضل تحكي لك عن اللي حصل ومش هتخلصي. ايوه لكن ايه يا حبيبتي؟ الله، مالك يا نادية؟ بتفكري في ايه تاني؟ عن اذنك بقى، لحسن انا رايحة المطار استقبل جوزي. شاكر، انت واقف متسمر كده ليه في مطرحك؟ الله، بتبصلي كده ليه؟ شاكر، ما تتكلم. لا مفيش حاجة. بس ده انت بقالك مدة واقف وبتبص على الصالة. الله، قلتلك مفيش حاجة. لا، انت لازم شفت حاجة. شاكر، انت بتعمل ايه عندك؟ شاكر، الله، انت رايح ناحية الباب ليه؟ نادية، الله، بعدين بقى. يلا عشان تنام وتستريح. يلا يا حبيبتي. الله، انت بتطمن على الباب ليه يا شاكر؟ انت مش من ساعة قافل الباب بنفسك؟ وبعدين معاكي بقى، انا عندي صداع ولازم انام. شاكر تعالى. لا شاكر، ما تسيبنيش لوحدي. الله، شاكر انت رحت فين؟ شاكر، مش معقول. ايه ده يا شاكر اللي في ايدك ده؟ مسدس؟ جبته منين وليه؟ ليه يا شاكر؟ ليه شايل المسدس ده معاك؟ الو شاكر. ايه في يا ندى؟ انت نمت؟ انت شايفاني ماسك كتاب وبقراه؟ جرس التليفون ضرب ومحدش رد. جرس ايه؟ التليفون. نادية. نعم. نادية يا حبيبتي، ارجوكي نامي بقى، خدي قرص منوم ونامي. يعني ايه؟ يعني انت ما سمعتش جرس التليفون؟ الله، وبعدين بقى؟ امال ازاي انا سمعت الجرس؟ ازاي؟ انا جبت مسدس علشان اطمنها، مفيش فايدة. ساعات تقول لي انها سمعت صوت في الصالة، ايوه، وانزل ومعايا المسدس وما لاقيش حاجة. وساعات تقول لي الباب كان بيخبط، وانزل وافتح الباب وما لاقيش حد. معلش يا استاذ شاكر، استحملها. الفترة اللي عشت فيها معانا، بذمتك سمعتي حاجة او شفتي حاجة مش طبيعية؟ لا بصراحة لا. امال اختك نادية مالها؟
ايه اللي جرالها بس؟ معلش يا استاذ شاكر، ارجوك تستحملها شويه علشان خاطري. انا خلاص زهقت من الفيلا ومش عايز اعيش فيها ابدا بعد اللي عملته اختك. انا مش فاهمه ايه بس اللي جرالها. لا يا سميحة، لا، أنا أعصابي سليمة. امبارح سمعت أصوات واحدة بتصرخ وعملت نفسي نايمة ومرضتش أقول لشاكر. ليه بس يا نادية ليه؟ لأن شاكر بدأ يزهق من الفيلا وقال لي الفيلا دي لازم نسيبها، نبيعها، نحرقها، بس أعصابك يا حبيبتي تبقى سليمة. وأنا مش ممكن أبيعها. وأبيعها ليه؟ طب وهنروح فين؟ دي الفيلا ملكي وبابا كتبها باسمي، إزاي أتخلى عنها بالسهولة دي؟ اسمعي يا نادية، أنا أختك يا حبيبتي وما تزعليش من الكلام اللي هقوله. كلام إيه يا سميحة؟ أنا هروح معاك الدكتور من غير ما حد يعرف. يا ناس حرام عليكم، يا ناس حرام عليكم، أنا أعصابي سليمة. جرالكم إيه؟ أنتم عايزين تجننوني؟ أمال ليه سبت الفيلا وجيتي تقعدي عندي؟ لا، وعشان أثبت لكم إن أعصابي سليمة بقى هرجع الفيلا وهعرف إزاي أدافع عن نفسي. نادية اتكلمي. أنا ما أعرفش حاجة. مين اللي قتله؟ ما أعرفش. امال ايه اللي حصل؟ أنا رجعت الفيلا وفتحت الباب لقيته مرمي في الصالة. كنت فين؟ كنت عند أختي سميحة. قبل كده قلتي انك شفتي واحد طويل واقف في الصالة. أيوة. والشخص اللي لقيناه مقتول بنفس الاوصاف. بقول لك أنا ما أعرفش حاجة وما أعرفش مين اللي قتله. ما أعرفش. أنا مش فاهم إيه اللي حصل ومعرفش الشخص اللي لقيتوه مقتول في الفيلا. انت كنت فين؟ كنت مسافر عند أخويا في اسكندرية. المسدس ده بتاعك؟ طبعا، ومرخص، وجبته مخصوص علشان أطمن مراتي بعد الأوهام اللي كانت مسيطرة عليها. أوهام إيه؟ كان بيتهيأ لها إن جرس التليفون بيضرب، وساعات بيتهيأ لها إن في حد غريب في الصالة، وساعات بتقول إنها سمعت أصوات. علشان كده جبت المسدس علشان أريح أعصابها وتبطل الأوهام والخوف والرعب اللي مالي قلبها. تفتكر مين اللي قتله؟ معرفش، لكن إيه؟ جايز انا يعني بقول جايز يعني مراتي لقيته قدامها كده فضربته بالمسدس، وجايز هددها فخافت وضربته من غير ما تدرى. هي مراتك كانت تعرفه؟ معرفش، انا اعصابي تعبت وسبتها وسافرت اسكندرية. اختي نادية كانت تعبانة وانا قلت لها نروح لدكتور. قالت لك ايه؟ قالت لا، وقررت انها ترجع الفيلا علشان تثبت لنا ان اعصابها سليمة. انت تعرفي المجني عليه؟ لا طبعا لا. اختك نادية كانت تعرفه منين؟ اختي نادية مش ممكن تقتل ابدا، مش ممكن تقتل ابدا. الجريدة نشرت صورة الشخص مقتول في الفيلا عندك. كفاية أرجوك، أنا ما بقيتش أستحمل. الله يكون في عونك. معقول تكون مراتي؟ لا عايز تقول ايه يا شاكر؟ ايه دخله الفيلا؟ وليه هي قتلته؟ ليه؟ معنى كده انك شاكك ان مراتك هي اللي قتلته؟ حتى لو كنت شاكك يا مختار، حتى لو كنت شاكك ما اقدرش اقول الكلام ده للبوليس. انت بتحب نادية يا شاكر؟ طبعا، دي مراتي يا مختار. بعد نشر صورة المجني عليه في الصحف، واحد اتعرف عليه وقال لنا على اسمه. مين؟ ويعرف مراتي نادية منين؟ ومين قال لك انه يعرف مراتك؟ الله، امال دخل الفيلا ازاي؟ بالمفتاح ده. مفتاح ايه؟ بص في المفتاح كويس. انا مش فاهم حاجة. انت تعرف مرسي منين يا شاكر؟ مين مرسي ده؟ المجني عليه اللي لقيناه مقتول في الفيلا. معرفوش. والمفتاح ده ما بيفكركش بحاجة؟ انا مش فاهم كلام حضرتك خالص. التحريات اللي قدامي بتقول انك تعرف مرسي وكنت بتتردد عليه ببيته. انا معرفوش وعمري ما رحت ناحية بيته. بس مرات مرسي شافتك. مرسي مش متجوز. وايه اللي عرفك ان مرسي مش متجوز؟ اصلي يا بيه شاكر، افتكر بعد ما شفت المفتاح لازم تتكلم. كفاية انا هقول الحقيقة كلها. اتكلم يا شاكر. انا كنت طمعان في الفيلا، عشان كده اتجوزت نادية
وحاولت اخليها تكتبها باسمي، ما قدرتش. اكتبها باسمك ازاي يا شاكر؟ دول كانوا اخواتي يزعلوا مني وهتحصل مشاكل، وكمان انا عمري ما كنت بخيل عليك يا شاكر. فكرت اقتل نادية، خفت اتكشف ويكون مصير السجن. قابلت مرسي وحكيت له على اللي حصل. ضحك وقال لي بسيطة. بسيطة يا شاكر. بسيطة؟ بسيطة ازاي وهي ساية العناد معايا؟ يعني انت ما فكرتش تقتلها وتخلص منها؟ لا مرسي، ابعد عن الفكرة دي. المجرم مصيره يقع، وساعتها هقضي عمري في السجن. امال فكرت في ايه؟ اولا لازم اتخلص من البنت الشغالة اللي اسمها سعدية. مالها سعدية؟ بتحب نادية مراتي وبتخاف عليها، وانا راسم تخطيط كبير قوي. رسم ايه؟ فهمني علشان ما تغلطش وتروح فيها. عايز احطم اعصابها، اكرهها في الفيلا، اخوفها منها، اركبها الرعب، اجننها، اوديها مستشفى المجانين. فكرة مش بطالة، بس ازاي؟ هقول لك ازاي، بس تساعدني. عليك ترسم وانا انفذ. ها، هتعمل ايه؟ مراتي غضبانة وقاعدة عند اختها دلوقتي. دي عارفها. تجيلي الليلة الساعة 8 مساء، ما تضربش الجرس، كويس؟ هكون في انتظارك وهفتح لك بنفسي. مش فاهم. هتفهم كل حاجة يا مرسي، هتفهم كل حاجة. وبعدين يا شاكر؟ جالي مرسي، قبلها طلبت من سعدية الشغالة تسيب البيت وتجيب لي سجاير. خرج السعدية وجه مرسي، لبست الروب بتاعي وحطيت على الروب شوية حبر أحمر، وجات سعدية ولقت مرسي مرمي. وسعدية فكرت ان مرسي هو انت، لأنه كان لابس الروب بتاعي، وصرخت وخرجت وقابلت عسكري، وجابت العسكري الفيلا، والعسكري شاف مرسي مرمي وسابها وراح يبلغ الاسم. وبعد ما العسكري مشي ظهرت أنا. مين؟ شاكر بيه؟ أمال مين ده؟ سعدية. الله، مين اللي قتله؟ ما عرفش. طيب اهدي بس، اهربي بسرعة، اهربي قبل البوليس ما يجي وتروحي في داهية، اهربي. وبعدين ايه اللي حصل؟ هربت سعدية وخدت صاحبي وهربت انا كمان، ورحت ونمت عند واحد صاحبك. طبعا، وجيتوا طبعا انتوا وما لقيتوش حاجة. ايوه، بس ايه هدفك من ده كله؟ ما كنتش فاكر ان سعدية هتجري بسرعة وتبلغ العسكري. كان هدفي طبعا اخوفها واخليها تهرب بعيد واستفرد بنادية مراتي. انا خلاص هرجع معاك وكفاية اللي حصل. ورجعت مراتي نادية الفيلا، وبدأت أخطط علشان أحطم أعصابها، وسافرت اسكندرية. وجاه مرسي ووقف في الصالة، ولما شافته بلغت النجدة، ومرت الحكاية دي، وخليت مرسي بعد كده يتصل بيا في التليفون. ازاي ما سمعتش جرس التليفون؟ وعملت نفسي خايف عليها ومتأثر، وبدأت أفهمها إنها بتتخيل حاجات ما حصلتش، وخليت مرسي يظهر لها أكتر من مرة. وساعات كنت بسجل أصوات غريبة على جهاز التسجيل وأدوره وهي نايمة، وحاجات تانية وكان هدفي طبعا زي ما قلت لحضرتك إن أحطم أعصابها. والنهاية؟ مرسي انتهز فرصة عدم وجودي أنا ونادية في الفيلا ودخل. كان فاكر إن هنام بره. انت رجعت ليه دلوقتي؟ واكتشفت إنه بيسرق حاجات مهمة في الفيلا. سيبني أخرج ولا هفضحك واقول الحقيقة، واقول انك بتديني نسخة من مفتاح الفيلا علشان تحطم اعصاب مراتك وتستولى على الفيلا. ومعرفش ايه اللي حصل، وجبت مسدسي وضربته ومسحت بصماتي من على المسدس وهربت. وجت مراتك ولقيته مقتول قدامها، وقلت لحضرتك انها لازم تعرفه، وجايز هي اللي قتلته. وكان ممكن في الظروف اللي عايشة فيها مراتك تقول انها هي اللي قتلته. كنت واثق ان ده هيحصل. ايوه، بس انت نسيت بقى حاجة مهمة جدا يا شاكر. نسيت ان مفتاح الفيلا مع مرسي، والمفتاح ده هو اللي كشفك. لو كنت اعرف كنت اخدت منه المفتاح بعد ما قتلته. يا خسارة، قعدت طول عمري اخطط وارسم، ومرضتش اقتل نادية لاني خايف من السجن، لكن اللي كنت خايف منه حصل. لان التفكير في الشر مهما كان صورته نهايته معروفة وواضحة. يا ريت رضيت بقليله وعشت معاك يا نادية، يا ريت. أغرب القضايا.
الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.